ازاي معاكوا ادري. نهاية الأسبوع 23 جبت 55 بوينت زي ما انتم شايفين. طبعا مش أفضل حاجة، وفي ناس كتير عدت الرانك بالنسبة لي كتير جدا، وأنا السهم الأسبوع دوت هيبقى أحمر وش، برغم إن أنا هبقى معدي الأفريج اللي هيبقى في أفريج 46-47 بوينت ماكسيموم. ده ليه؟ عشان ما عنديش ريتشارلسون، ما عنديش في الفودن. الكابتن بتاعي كان سولانكي زي ما انتم شايفين، ما عملش أي حاجة. الناس اللي راهنت عليها كان سولانكي وقدوس، الاتنين ما عملوش أي حاجة في الماتش بتاعهم. الانقاذ للجولة زي ما انتم شايفين تريبيه جاب لي 9 بوينت، كنت بتمنى ان نيوكاسل تطلع كلين شيت، كان هيفرق معايا جدا دوبرافكا وتريبيه. بس لوتن تاون عملت معانا الجلاشة وجابت 4 أهداف في نيوكاسل على أرض نيوكاسل. الناحية التانية بيدرو بورو اللي تاني أو تالت جولة ما بيعملش أي حاجة، ودي جي الناحية التانية هو اللي شغال أسيستات، الله ينور. فأنا مش عارف. الحاجة التالتة حفلة نيوكاسل اللي كانت حاصلة اللي هو قدام لوتن تاون 4-4، أنا جوردن جاب لي يدوبك أسيست وخرج بعد كده إصابة، فالحمد لله. الأنقاذ للجولة كابتن واتكنز 18 بوينت، لولا أنا الجولة دي كانت راحت في حتة تانية خالص لما الماتش بتاعه قدام شيفيلد يونايتد خلص 5-0. بالمر برضو جاب لي 8 بوينت زي ما انتم شايفين، كان جاب جون قدام تشيلسي اعتقد، جون وبونس بوينت والمشاركة 4 و2 بالظبط كده. ودي بروين الاسيست اللي عمله النهاردة قدام برينتفورد في الحفلة اللي كانت 3-1 وكان بطلها في الفودن. دي بروين عمل اسيست ليه، وهالاند عمل اسيست تاني، فاللي مع هالاند برضو فاز. الفاريز الاسبوع ده ما عملش اي حاجة، ومن الماتش لو الفاريز فضل مكمل كده لا هيبقى في خطر، لان ما بقاش يدخل منطقة الجزاء زي الماتشات اللي فاتت. طبعا كان هو راس الحرب الصريح، فهو كان قاعد في منطقة الجزاء اكتر. ففي وجود هالاند هل هخلي الفاريز ولا لا؟ ده اللي هقرره لسه الاسبوع الجاي. قولوا لي جبتوا كام نقطة؟ الكابتن بتاعكم خزوقكم ولا روقكم؟ طالعين في الرانك ولا نازلين؟ وناويين تعملوا تغييرات ايه؟ اتمنى اللي بيتفرج على الحلقة على اليوتيوب يعمل لايك شير وسبسكرايب ويفعل الجرس. اتفرج عليها على تيك توك اعمل ليها شير برضو واعمل فولو. بس كده، مساءكم زي الفل.